السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين وكل عيد وانتم بخير. الفيديو دوت ان شاء الله هوريكم هدوم العيد بتاعتي وبتاعة البنات. ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى بسرعة نوريها لكم، لان فاضل ساعة بالظبط على الفطار، وبعد كده الوقفة خلاص البنات هتلبس اللبس، فقلت الحق اصوره لكم قبل ما يلبسوه. نبدأ بمين بقى؟ نبدأ بأسيل عشان أسيل سهل. ماشي. ادي الوقفة بتاعتها، البيجامة الجميلة دي عليها كلبوب كده، ومكتوب عليها كلام of the birthday بو، عيد ميلاد بو. ماشي. هي كده التيشيرت بتاعها. ماشي. وادي الايه، البنطلون بتاعه. مبدئيا كده انا مش هقول اي اسعار لاي حاجه، لانه اسعار مولعه خالص، فكل واحد بيجيب على قد ايه مقدرته، واصلا انا كمان مش فاكره اسعار. فكده دي الوقفه بتاعتها. اوريكم كمان العيد بتاعها بقى بالمره. ادي العيد بتاعها، تيشيرت كده بكابتشو من ورا كده. ده الحاجات دي انا جايباها من سموحه، وقفتهم والعيد كله جايباه من سموحه. بصوا، والكم كده، ومن قدام طويل ومن ورا قصير. من قدام قصير ومن ورا طويل. ادي تيشيرت وعليه بنطلون، وبيجيبه من الجناب كده، هي اللي نقياه. قالت انا عايزه دوت. فهي بصراحه دلوقتي خلاص يعني ما بقاش ينفع ان انا اقول لها ايه هاتي ايه وما تجيبيش ايه، هي بتجيب الحاجه ايه اللي هي ايه بتعجبها. ده من زارا. بصوا هنا، زارا. حتى التيشيرت على فكره. ماشي. ده كده بالنسبه لاسيل. ادي الوقفه بتاعت جوري. بصوا الجمال. لو عجبكم الفيديو حبايبي لازم تعملوا له لايك بقى كده وتشاركوه مع اصحابكم. كده بنطلون قماشته حلوه جدا على فكره. التيشيرت بتاعه اهوت الشكل ده كده. اسمه ايه ده؟ انا نسيت. ميكي ماوس، دي اخته ميني ماوس. لونه موف، هي سبحان الله بتحب الموف. انا كنت ناويه اروح اغير لها بقى، مش هجيب موف تاني، ما لقيتش غير لون، اخر لون عندهم الموف، فبرضه جبته بقى. ماشي. جبتهم الاثنين من نفس المكان. وبرضه حاجه ايه حنين. هوريكم بقى العيد بتاع جولي. بنطلون الجينز ده ساده كده، هو من فوق، ومن تحت كده فيه استرسات على الجنب بسيطه جدا رقيقه، يعني مش فيه بهرجه ولا حاجه. هو شيك جدا. وبصوا خامته حلوه قوي، بتمط كده، مريح يعني في اللبس برضو. يعني ما كانش رخيص خالص، ده كان يعني ما شاء الله مبلغ يعني. بصوا شكله كده. ماشي. ده وعليه تيشيرت زي بتاع ايه اسيل، محدش جابه، هجيبه من جوه. ماشي. دلوقتي اوريكم الايه الهدوم بتاعت حنونه. ادي التيشيرت ده، كل دول من سموحه عندنا في اسكندريه. وادي الشورت بتاعه فين، مش عارفه راح فين. الشورت اهو. الشورت في ايديا ده كده على ده كده. ماشي. انا جايبه لها وقفتين، فممكن اخلي لها وقفه للعيد الصغير وواحده للعيد الكبير. هي اصلا عندها بيجامات كتير جدا، بس طبعا الحاجه اللي بتلبس جديد بيبقى هو ده العيد بالنسبه لها. هلبسها بقى دوت. هوريكم بقى، اوريكم الشباشب بتاعت الوقفه برضو، هيبقى ماشي معاه جدا يعني. ماشي. دي كده الوقفه بتاعت حنونه. اوريكم بقى العيد بتاعها. انا مش عارفه ايه هو، ولا يعني كتير جدا ما شاء الله، حظها كان جميل جدا فجات لها حاجات كتير. بصوا التيشيرت ده، كل دي حاجات قطن يا جماعه. بصوا، ده ماركة ترين. طبعا ترين معروفة، حاجاتها كلها نظيفة وجميلة. تمام. وادي التيشيرت ده كمان، الحاجات دي من سموحة يا جماعة. ماشي اهي. تمام. ادي تيشيرت تاني، تيشيرت تالت اهو. انا بجيب لها مقاس 8 على حسب الشكل، يعني بيبقى باين ان هو كبير. اهو ده 8، جايباه اكبر شوية يعني، بس مش هيبقى مبهوأ عليه، هيبقى حلو. بصوا، ادي لون تاني، وفي واحد تاني ناقص كده اهو، الاخضر ده. بصوا الاخضر ده جميل جدا. تمام. وكمان دي جبناها لها، دي الاصليه بقى، دي يعني دي للعيد الاصلي. اول ما جبناها جبنا ديت وقلنا ده الايه العيد بتاعها مع بنطلون جينز. بعد كده لقينا لها التيشيرتات دي جميله بصراحه، فجبنا لها منها 4. ماشي. ده البلوزه دي هتتلبس على البنطلون الجينز ده.
بصوا شكله كده اهو. تمام، ده شكلها من قدام ومن ورا. هيبقى عليها الايه، البلوزه دي. تمام، او كمان ممكن تتلبس على البنطلون ده. جبنا لها البنطلون ده برضو. بقول لكم بصوا البنت ملزقه جدا ما شاء الله. البنطلون ده مش بنطلون، ده منطقور. تمام، ممكن يتلبس على ده. ماشي، ده كده العيب بتاعها. ماشي، ولان انا برضو البنطلون ده فجبناه. بصوا جميل جدا، ولونه فسفوري كده ومكتوب عليه تيك توك واخد بالك على اي بقى الشيرت من التيشيرتات دي. ماشي، بصوا البنطلون ده كان عندها ما اتلبس يعني اصلا غير مره ولا اتنين، فهلبسه لها بقى مع التيشيرتات الايه اللي احنا جايبينها لها دي. تمام، اوريكم بقى الايه. في بنطلون تاني اهو بدور عليه. بنطلون تاني جبته لها مع الفسفوري ده اورنج، بس مش باين قوي لونه في التصوير يعني. لونه مع انه لونه غامق جدا في الاضاءه، يمكن مش قويه قوي، مش عارفه. ماشي اهو، هاتي بقى كده. ده التيشيرت بتاع اصيل اهو، بتاع جوري اهو، بتاع جوري. بصوا بس ده من غير كابتشو من ورا، لكن هو كده بس نفس اللون بتاع اصيل، فالاتنين هيبقوا متوأم خالص في العيد. ماشي، ادي كده بالنسبه للبنات. الشوزات بقى بتاعتهم اهي. ده بتاع جوري. بصوا ده كده جايبينه من الابراهيميه، الصناعي بتاعه. وده بتاع اصيل، تحسوه كبير في نفسه كده، بس القالب بقى يختلف يعني. ده شكله تمام. ده كده اصيل وجوري. الحنين اهوت وبينور. بصوا حاجه الولاد الصغيره بتفرح جدا. طبعا عايز يضغط عليه بس مش بصوا شكل جميل قوي، وحنانه فرحانه بيه جدا. هو بينور من ناحيه بس مش باين قوي. تمام، دي كده حاجه البنات. حاجتي انا بقى هوريها لكم. التيشيرت ده بيزك كده اهوت بالكابتشو من ورا. تمام، يمشي خريفي، يمشي صيفي، يمشي شتوي. لو لبست من تحتيه هيكون كده رقبه دي كده اهو، الشكل ده كده. ده جايباه من الابراهيميه اوفر سايز. والبنطلون دوت عليه مش كده، ماشي، مفتوح من تحت. كان في منه برضو زي سويت بانس بقى، بس مقفول طبعا من تحت، لكن انا حبيته بصراحه مفتوح، لان هو مش بيبين رجلي يعني من تحت ولا الكلام ده. تمام، جيب من هنا كده ومشته حلوه جدا بصراحه. بصوا مشته كده زي التري بالظبط، اللي هي ماركه تري اهو. بصوا ماركته حلوه جدا. ماشي، عايزاكم بقى تكتبوا لي في التعليقات الف مبروك على الحاجات الجديده. ومعتذر على صوت بتاع الباباكي ده، ما بيسيبنيش في اي فيديو بصراحه. قولي بقى رايكم في الفستان دوت. طبعا ده مش هيبقى باين اكتر غير على اللبس. اما ابقى البسه، لسه ما جبتش الطرحه بتاعته. اما ابقى البسه هوريكم شكله. هو كده طويل بقى طبعا. عايزه القشماش بتاعتهم اهي. ده بتاع اصيل. بصوا يعني كل حاجه اختياراتهم. ماشي، ده بتاع السوله كده، في قلب من هنا كده ذهبي. بتحب اللون ده جدا. ده بقى البنات بقى، انتوا عارفين الصغيرين لسه بيحبوا البشتكنات والشخاليل دي. ماشي، ده بتاع اصيل. وده بتاع جوري، لونه موف طبعا، ماشي جدا مع البيجامه بتاعتها. هي برضو اللي مختاراه. تمام، وادي بتاع حنونه. عشان كده كنت اقول لكم هلبسها تويتي معاه، اللي هي بطوطه دي. تمام، ده الشكل بقى. اتمنى تقولي رايكم ايه في الفيديو بتاع النهارده، ويكون عجبكم. متنسوش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه. دلوقتي يا حبايبي خلاص اهوت، احنا جبنا البسكوت وجبنا الكحك وجبنا البيتي فور، وحطينا البونبوني بتاع العيد اهوت كده. لقيت البنات كمان حاطين هنا بونبوني.
وهنا كمان اهو بونبوني مصاصات وطوفي حاجات العيد كلها بقى اللي بتفرح الولاد. وهنا العيديات اهي، بس لسه ما تحطش فيها الفلوس، بس ايه عملنا اكياس كده للاطفال على قدنا يعني، بس اطفال البيت يعني. ماشي كده اكياس كده بونبونات. بصوا عشان ايه انا حبيت اصورها لكم عشان لو حد حب يعمل الفكره دي يفرح الاولاد يعملها. بصوا بونبوني كده بيبقى فيه كيس كده بيتباع، هوريهولكوا برضو، بيبقى فيه كل الحاجات دي. انتوا بقى قسموا العدد اللي انتوا عايزين تحطوه. ماشي استنوا ادي مصاصة اهي، وادي ايه كراميلتين كده، ولسه هنجيب لهم كيك هوهوز او حاجات من دي. تمام هيتحط معاها مع العيدية. ماشي في الكيس ده كده، ده بيتباع كده، في بيبيعوا ب50 وفي بيبيعوا ب45 وكده. بيبقى مكتوب عليه اهلا بالعيد، بيبقى منتشر بنفس الشكل ده كده. ممكن تجيبوه للبيت وللأولاد كده الأطفال، وفي ناس ممكن تاخده معاها في صلاة العيد وتوزع، يعني من باب ايه تخلي السرور على الأطفال وعلى الكبار كمان. بس دي كانت فكرة بسيطة كده حبيت اوريها لكم، وتفرحوا نفسكم وأولادكم يعني الحاجات الجميلة دي. بس انا مرضتش بقى ايه، طبعا النهارده الوقفة اهوت، مرضتش ان انا لسه احط الحاجات دي في اطباق، اولا عشان الحاجه ما تطراش، ثانيا عشان ما يجيش عليها الهاموش بقى والدبان وكده، وقت ما نيجي ناكل او نقدم لاي حد يجيلنا بحطها في الاطباق. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى ان هو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. باي باي.